روح للمنتخب المغربي 24 ساعة أكتر شوية يقابل المنتخب المغربي منتخب هولندا. الكل جاهز، أغلب اللعيبة فورمة كويسة، لكن حالة دياز قياسا بدياز غريبة بعض الشيء. قدام هايتي كويس مش سيء. إجمالي البطولة على مدار البطولة قياسا بقيمته هناك تخوف من أداء إبراهيم دياز. ضيع كرة قدام هايتي، تقول لي رأيك فيها، وكيف يتحول شكل إبراهيم دياز أمام منتخب صعب ومتمرس زي المنتخب الهولندي من اجل المنتخب المغربي. كابتن شوف، ابراهيم دياز لاعب كبير يلعب في ريال مدريد، متعود على البطولات، متعود على الضغوطات. ممكن هو لسه متاثر من البنانكه اللي عملها في كاس افريقيا، لكن لا اعتقد ان لاعب بقيمه ابراهيم دياز لسه يفكر معنا في البنالتي اللي ضاع في كاس افريقيا. بالعكس، ابراهيم دياز لاعب مشكلته السنه هذه انه ما شارك بصفه اساسيه مع ريال مدريد، ما عندهاش رتم المباريات. تعرف انت بطوله كاس العالم بطوله فيها مجهود بدني كبير وذهني عالي جدا، ولهذا ابراهيم دياز نفس مرموش يعيش الاهداف رغم انه صنع هدفين وما كان سيء في البطوله. لكن اللاعب لانه هو كان هداف منتخب المغرب في كاس افريقيا افريقيا الماضيه، يحاول يسجل اهداف، يحاول يثبت معناه يسجل نفسه في تاريخ الكره المغربيه مع انه يسجل اهداف في كاس العالم. هذا طبعا حق مشروع اللاعب، لكن بصفه معناه كبيره عامه ما كان سيء، يحتاج لثقه هو تسجيل هدف. شفنا على الفرصه اللي ضاعها امام هايتي كانت معناها قريبه على القائم. قلت لك اللاعب مش انه ذهنيا مجاز، بالعكس هو ينقص رتم المباريات. دياز الموسم هذا مع بيلوا او مع اكسافي تشافي الونسو ما شارك بصفه اساسيه، لهذا طبيعي جدا انك انت ما تشاركش على موسم كامل. وهذا اللي حدث مع محمد صلاح على فكره. محمد صلاح تشوف الاجهاد البدني مع سلوت، أنا الموسم هذا صار فيه مشاكل ذهنيه حتى اثرت على اللاعب بشكل كبير ومشاكل بصفه اساسيه. طبيعي الاجهاد البدني، بطوله على مستوى عالي، رتم في المباريات، هذا شيء عادي جدا. لكن ابراهيم دياز قيمه ثابته، ممكن نشوفوه امام هولندا تتفجر امكانياته ويسجل هدف، ونشوفوا ابراهيم دياز اللي تعودنا عليه مع الريال. انت قلت لي مصر والجزائر والمغرب هيتاهلوا وتاهلوا، توقعاتك المره اللي فاتت الحمد لله ظبطت. كويس. دياز هيسجل جون هولندا، هيجيب جون ويصنع هدف. طب خد دي اصعب، لو جيب بنالتي المنتخب المغرب هو اللي يشوطه؟ مين؟ ابراهيم دياز. ايوه هو اللي يشوط ضربات الجزاء. لا، لو جيب بنالتي في المباراه في 90 دقيقه هيشوطها هو، لكن مش هيشوطها بنينكا، ما اظنش. مش بانينكا، هيشوطها بنينكا يا هو يا اشرف حكيمي. لكن ما زي ما قلت لك، شوف ابراهيم دياز كابتن محمد يلعب في ريال مدريد يا كابتن، انا بدون تعليق يلعب في ريال مدريد. انا معاك 100% طبعا. الشامبيونز ليج ولعب واخد شامبيونز ليج وفاز بالشامبيونز ليج، بتيجي لحظه بتفوق فيها معاك. احيانا نشوف بطوله كاس العالم ممكن تفاجئك بمستوى لاعبين كانوا سيئين في بطولات اوروبا بمستوى يظهروا بمستوى عالي في كاس العالم، واحيانا لاعبين تالقوا في البطولات الاوروبيه في كاس العالم يكون مستوى عادي. وشفنا احنا كاس العالم اغلب اللاعبين لم يتالقوا بالشكل اللي كان مع انديتهم في خلال معنا شامبيونز ليج في اوروبا والبطولات المحليه في اوروبا.